دخلوا بإيديهم فاضية وما حدش جاب لها هدية، وأمها ما عملتش التورتة في البيت وجابت لها بدل الواحدة اتنين، وما علقوش زينة ولا بالونات، واتصورت فوتو سيشن في الصالون، ومن قدام السفرة احتفلوا ونسيت تحط الشمع وتطفيه لكن اتصرفت. وحوالين التورتة كانت وليمة من السندوتشات السريعة أشكال وألوان، وقبل ما ضيوفها يدخلوا أمها كانت واقفة لهم واشترطت عليهم. وحاجة عملوها بعد العيد ميلاد مفاجأة، لقطات من عيد ميلاد مريم بنت رانيا النجار، ازاي جماله كان في بساطته كده. مريم كبرت وكملت 21 سنة، وطلت باللون الأسود وعملوه في البيت على الضيق، ومن قدام السفرة احتفلوا وطفوا الشمع زي أغلب الأسر المصرية. ورغم إنهم مشاهير وليهم متابعين بالملايين، ولكن فضلوا تكون بداية السنة الجديدة ووسط لمة العيلة. رانيا الكل يشهد لها في الحلويات محترفة، وكانت من صغرها هي اللي تعمل لأخوها تورتة عيد ميلاده، وكانت بتعتبره ابنها البكري. لكن المرة دي ما عملتش لمريم التورتة في البيت رغم إن أمها أشطر على الساحة، وياما عملت حلويات أشكال وألوان. فجابت لها بدل التورته اتنين، وقالت رانيا احنا هنرضي كل الاذواق وجميع الاطراف، فاشترت التورته من محلين مختلفين، ومريم هي اللي اختارت الشكل والديزاين. التورته الاولى وصلت وهم بيصوروا، وفتحتها قدام المتابعين عشان يشوفوها وياخدوا افكار برضو لاعياد ميلادهم. والحقيقه الكل انبهر من رقه التورته وذوقها الحلو اللي لايق على مريم وشبهها. التورته كانت باللون الابيض وعليها فراشات لونها ازرق، وباللون الذهبي مكتوب هابي بيرث داي مريم، وانها كملت 21 سنه. أما بالنسبة لباقي السفرة، رانيا النجار أبدعت لبنتها وعملت لها سندوتشات سجق ولحمة، قالت إنها شبه البرجر شوية، وفراخ وميني بيتزا وموز وشيبسي حطته في أطباق. والحقيقة الأصناف كانت موفقة ومناسبة للسن بنتها وأصحابها اللي بيحبوا الأكل السريع والسندوتشات، فكانت وليمة والسفرة ما كانش فيها مكان فاضي عليها. مريم لبست وجهزت وبقت على سنجة 10 ما هي عروسة الليلة، وكانت في استقبال قرايبها وأصحابها، وهي اللي بتفتح لهم الباب واحد ورا التاني، وأمها هي اللي بتصورها. الكل كان معجب بإطلالتها وشياكتها، وكل اللي يدخل يقول لها زي القمر، وفي اللي يلففها بروتة وهي في قمة أناقتها. رانيا كانت بتسألهم عن رأيهم في إطلالة مريم، وكانوا بيردوا ب10 من 10. مريم بتركز في التفاصيل وبقت تسألهم ايه رأيكم في الشعر، طيب الضوافر. رانيا زي أي أم وزوجة مصرية بتحافظ على شقتها وتعبها فيها، بقت واقفة لهم بالمرصاد وهم داخلين وتقول لهم اقلعوا الجزم والكوتشيات بره. والحقيقة من نفسهم كانوا بيعملوا كده، خاصة إن شتاء وبيكونوا متبهدلين من المطر في اسكندرية. اللي بيوصل كان بيدخل على جوه لحد ما كله اتجمع وجيه، وبدأوا فقرات العيد ميلاد والاحتفال. اتلموا كلهم على السفرة قدام التورتة وغنوا لها بنفسهم، ما شغلوش أي أغاني زي ما كتير مننا بيعمل في بيته. لما مريم جت تطفي الشمعة وتتمنى، رانيا بصوت عالي قالت أنا ما حطيتش شمعة، بس مريم دماغها كبيرة وقالت لها مش مهم مش مهم، هطفي أي حاجة. ومن كتر بساطة العيد ميلاد وجماله، رانيا ظهرت لابسة ترنج أو سوت والشبشب، لأن كل اللي حاضرين زي عيالها بالظبط وما فيش حد غريب. العيد ميلاد ما كانش مجرد تورتة وشمع وأكل، ولكن بعد كده اتجمعوا ولعبوا كوتشينة. في الوقت ده آخر حد يحضر العيد ميلاد تقريبا جوز خالتها، اللي لما شافته مريم كانت مبسوطة جدا واستقبلته، ولأنه عارف إنه اتأخر وهما طفوا الشمع، ولكن استنوه ياكلوا التورتة سوا. الغريب بقى إن ما حدش دخل في إيده هدية لمريم، وجايز رانيا هي اللي مأكدة عليهم محدش يجيب حاجة ما عدا ولد واحد زميل مريم اللي دخل في ايده هدية وحطها على السفرة. مريم عملت فوتو سيشن في الصالون وهي ماسكة التورتة بملامحها الحلوة وروحها الخفيفة.